يا أهلا بأهلا متابعين لينا. النهاردة هنعمل ايه البيتزا اللي كل الناس بتحبها ومش يعني كل الناس بتحبها كبار وصغيرين. هندخل في المقادير. دي نص كوباية مية دافية، حطيت عليها معلقة كبيرة سكر، وهحط زيها معلقة كبيرة خميرة. ودي أول حاجة احنا بنحب نعملها ونحطها على جنب علشان نختبر الخميرة، عشان حرام ما تبوظ بقية المكونات. دلوقتي الحاجة بقتش رخيصة خالص. بنحطها على جنب في مكان دافي عقبال ما بنجهز بقية الحاجات التانية. المقادير بتاعة الدقيق دي اختيارية. أنا هنا حاطة 4 كوبايات دقيق بالكوبايات المعيارية. في البيتزا يا جماعة احنا يعني الموضوع بيبقى سهل فيه ان احنا ممكن نحط الدقيق اكتر او نحط اقل، وبنزوده براحتنا. يعني حطينا دقيق زيادة فبنكتر مقدار المية اللي بنعجن بيها، والموضوع سهل جدا. ودي رشة ملح، وهنحط معلقة، يعني معلقتين زيت زيتون. هنا يفضل زيت الزيتون علشان بيدي طعم حلو قوي للبيتزا، او زيت عادي بس يكون نوع كويس. هنا يا جماعة معلش انا نسيت ان احنا بنحط 3 معالق زبادي عشان بتدي طراوة جدا جدا للبيتزا. ودي الخميرة بتاعتنا كانت ما شاء الله اختمرت كويس وهي تمام. بس دي بقولها للناس بتبقى تجربها قبل ما تشتغل بيها، حرام. والبيتزا من الحاجات اللي بتحب تاخد شوية خدمة شوية في العجين. يعني احنا ممكن نعجنها شوية، يا اما بالعجان يا اما على ايديكي، وتبقى زي الفل جدا. ونبدأ بقى نزود المية تدريجيا. المية يا جماعة بتكون دافية، ما بتكونش سخنة قوي، بتكون دافية علشان ما تموتش الخميرة. وبنبدأ نقلب تدريجيا، وبنزود المية شوية شوية لغاية ما نوصل للعجينة اللي احنا عايزينها. العجينة بتكون بتلزق كده شوية، ما بتبقاش يعني متماسكة قوي، علشان تبقى البيتزا طرية معانا. وخلاص كده احنا عجناها تمام. فبحط عليها رشة زيت بس، وبسيبها على جنب تخمر. على حسب بقى، انا بحطها في الفرن بتاع البوتاجاز، واسيبها ساعة ساعتين على حسب بقى الجو اخباره ايه. وهنا ما شاء الله خمرت وبقت تمام جدا. انا ببدأ اطلع منها الهواء اللي فيها، وهنبدأ نجهزها. الكمية دي كانوا عاملين يعني ما شاء الله 2 بيتزا في الحجم الكبير. وهنبدأ بقى نفردها في الصينية يا جماعة بتاعتها. أنا بكون فاردة فيها من تحت شوية، يا إما اختياري يعني، يا إما نحط لها اللي هو دقيق السيمولينا، أو اللي هو العيش بتاع اللي احنا بنحطه دوت، اللي هو السكرامبل براد اللي احنا بنحطه من تحت علشان البيتزا ما تلزقش. وبنبدأ بقى نحطها في الصينية بتاعتنا، وبنبدأ نفردها. لو تحب تفرديها الأول بره، وبنبدأ بقى نحط عليها التوبيك اللي احنا عايزينه. ساعات أنا بتزنق وبحط صلصة عادية، أو ممكن نحط كاتشب. كل الإضافات اللي احنا عايزينها ممكن نحطها عليها. وبقى فلفل ألوان، جبنة موتزاريلا من فوق،